طبعا اخواتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد جامد زحليقه. لو انت اول مره تشوفني بقى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك وكومنت عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الفشيخه اللي مفيش من امها ثلاثه يعني بقى وفي عم. لا فاحب اقول لك بقى كده تحط لنا لايك الجميل، وانا جايب لك بقى الحاجه اللي انت طلبتها يا عم الحاج. انا مش حارمك من اي حاجه، انا جايب لك النهارده نسخه اعمال لك انت خير عايزين مشات كميه العظمه وقله الادب قله الادب كميه العظمه والجمدان اللي فيها ما فيهاش والله قله ادب ولا اي حاجه يا شيخ. بس في البدايه كده لكن انت مشترك عندي في القناه عشان تسمع صوت الكائن اللطيف من البنيله ده، انا بجد مصدومه. واللايك الجميل بتاعك عشان اللايك بيساعد في انتشار الفيديو. ويلا بينا بقى انترو على الفيديو بتاعنا. طب يا باشا انا اظن معيشك في جو الانميات. انا بص بغير خلفيه الموبايل على خلفيه الايقونه اللي انا بشرح عنها، فهي بص انمي هنا بقى عندك عمك جوجو اهوت. لو انت ما تعرفش جوجو بقى اديك عن مخطك ليه ده انمي جاحد يعني مش موضوعنا. خش بقى على نسخه الاعمال. بص بقى ركز معايا في الكلمتين دول كده لان الكلمتين دول هم اللي فيهم الفايده. اول ما تسجل رقمك في النسخه هتقول لك ايه انت عملت حاجه غلط وتخرجك خش تاني 3 4 مرات، بس هم 4 مرات هتعمل لك كده 4 مرات لحد ما تدخل في النسخه. خلاص كده بس كده يا باشا هتلاقي عظمه بقى، والنسخه دي وحش بمعنى الكلمه. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ خلينا نشوف في البدايه كده يعني نتنحنح ونتزحزح ونخش نشوف شكل الشات من جوه. طبعا شكل الشات ده ما بيحكمش على اي حاجه، طبعا الخلفيه انت بتغيرها عادي. اظن انت زمانك قلت بقى ده خلفيه ولا كده، لا مش ولا نيله. خش على النسخه كده يا باشا اهي، تمام. النسخه اهي حاجه واو واو واو. كانت مين بقى؟ اسلام. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. ايوه اسلام انت حد اسمه اسلام بس. ده كل اللي انا اقدر اقوله لك يعني عشان ما افتيش يا كده. تمام. فيها فيروس في الشات يا عم. تيجي تقول لك طبعا يا فيها فيروس هتخيب، فيها فيروس في الشات طبعا. انا والله العظيم دي كان مخرتك انت، والله العظيم دي كان مخرتك يا عم. ما تعصبوناش بقى في ايه اهي. بص دي كده وتقوم جاي ضاغط هنا وترمي بقى فيروس زي ما انت عايز يا باشا، عشان هي حمراء والشات احمر والمؤخره حمراء فكله شبه بعضه. نضغط على ال3 نقط دول كده. ايوه اسلام تايجر، اسمه اسلام تايجر. ايه رايك يالا؟ شوف اهو اسمه اسلام تايجر، صاحب النسخه اسمه اسلام تايجر. عيل جامد زحليقه بمعنى الكلمه اللي هو عامله في النسخه ده. طبعا نسخه اعمال جت فتره كده اللي بقى بيسجل في نسخه اعمال رقمه بيتحذر. لا يا باشا انا مشغل النسخه دي بقالي حوالي من 10 15 يوم وشغاله اكسل يعني حاجه واو كمان واو بقى عشان نتفضل هي. نرجع بقى يا باشا كده. بس طبعا تقول لي انت احنا قايلين لك على نسخه اعمال بقالنا فتره ومش راضي تنزل. لا اقول لك انا لازم انا اي نسخه بنزلها لك بجربها اقل حاجه 3 ايام وبعد كده بنزلها لك عشان ما يبقاش فيها اي اخطاء. لو واجهك اي اخطاء فدي من عندك انت مش من النسخه، فاهم؟ جهازك ضعيف، رامات كبيره كده يعني. تخش بقى عندك طبعا بقى اضافه ماسنجر. انت ممكن تضيف الماسنجر والفيسبوك، يعني الرسائل بتاعت الماسنجر والفيسبوك في الواتس هنا يعني، فاهم؟ لو عملت اضافه هنا بيبدا بقى يدخلك اللي هو سماح للتطبيق مش عارف ايه كده يعني، وبيدخلك على الماسنجر. يعني انت بتربط الفيسبوك بالواتساب الاثنين مع بعض، فاهم؟ وعندك اضافه حسابين طبعا حلو. وطبعا الشتات لوحدها والريموت لوحدها الحاجات ديت. طبعا الشتات دول كده 3 بس، هوريك بتعمل الدنيا ازاي من جوه. بس احب اصدمك بقى واجلطك واشيل لك واجيب لك يعني افقلك مرارتك. ما انا لازم افقلك مرارتك، ما انا مش انا افقعها يعني افقعها. النسخه بتاعتنا دي باسورد. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ بس كده. ولو النسخه دي جابت 100 لايك، 100 بس 100 في يوم، 100 لايك في يوم بعد الريتش اللي راح في داهيه في القناه ده، هتلاقي وراها على طول ملف السرعه. انتوا حرين بقى. نطلع بقى يا باشا. طبعا نسخه باسورد هقولهم رقمين في رقمين، هو 4 ارقام بس، اقول رقمين في رقمين. يلا بينا نضغط على ال3 نقط دول كده وبعد كده نخش على اسلام تايجر اللي هي اسلام تايجر دي كده، وتخش على الخصوصيه اللي هو البرايفسي بمعنى صح. بتفتح معانا بالواجهه الواو كمان مره دي يا عم الحاج. لا نضغط بقى على الخصوصيه هنا يا باشا. بعد ما نضغط على الخصوصيه كده بتفتح لك الواجهه العظمه دي
تضغط بقى هنا يا باشا. عندك فوق هنا طبعا اخفاء اخر ظهور وازاله توجيه وخصوصيه الاستيت والكولات، وهيدي الاستيت اللي هو انت بتخفي الاستوري يعني ما تخليش حد يشوفه كده، ومنع حذف الرسائل ومنع حذف الحالات وفتح الملف وحاجات كده مالكش دعوه بقى خالص. مزيد من الاعدادات طبعا اهي. بص بقى على مزيد من الاعدادات، عندك فصل الرومات عن الشتات بتفعلها طبعا، عندك ايقونه اكتر من حساب سيبها زي ما هي، عندك برضو ده بتفعله تمام. اخفاء الشات لو انت عايز تظهره بتظهره، مش عايز خلاص انت حر يعني. اخفاء الارشيف، زرار تعليق الشات تمام. زرار تعليق ده عبارة عن لما صاحبك يدخل يكلمك ويفتح كذا مسج وانت تخش شاته، وده بعد ما طلع من شات. والله ما انا فاهم حاجة عشان ما افتش عليك يعني، من الاخر كده يعني. انتي فل قشطة. عندك هنا بقى يا باشا ايه الكتابة في الروم المغلق. شايف الكتابة في الروم المغلق؟ يعني انت لو عندك روم مغلق كده تكتب فيه برضه اللي هو صباح هكتب ولا هكتب. عندك تصفية الرومات عند طرد احد اعضاء يتم طرد الجميع من المنشئ. يعني اللي عمل الروم طبعا لازم تكون في الحالة دي ادمن. لو انت بقيت ادمن، لو هو الادمن الاساسي بتاع الروم طلع حد كله بيروح، ولو انت طلعت حد كل الادمن بيطلع، يعني صباح الفل. هنا علامة التوثيق اللي بتوصل لك رقمك، وده رول فيك اللي هو رقم فيك اللي هو يعني شات فيك بمعنى اصح. اظهارت علامة الادمن ومش عارف ايه. عندك هنا توجيه المسجات لشاتي، تفييك الشات، تثبيت الريب، فتح اكثر من شات. طبعا ده نفعله طبعا. تاكيد قبل ارسال ستيك. طبعا يا حبايب قلبي اللي بتحبوا ولا خليفه انت ولا كلمك يا خنزير ولا تفعل ده طبعا، عشان انت لو عندك ستيكر كده ولا كده ما نروحش في داهيه وتيجي تقول لي انت السبب وانت ولا كده يعني. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي هنا تغيير ايمو التفاعل اللي هو انت يعني لما تيجي تضغط كده لما تضغط مرتين على الرساله بيتفاعل بلايك. انت عايز تغير بقى تحط قلب تحط تتوفى هنا دي معاك ودي معاك. تعالى باخد لك اول رقمين من الباسورد الا وهم 22 يعني حاجه سهله اهي. عندك بقى يا باشا زراير الفيروس. يعني كل ده يا عم انت ما كنتش في زراير الفيروس، اقول لك لا ما كنتش في زراير الفيروس. خش بقى يا باشا زراير قطع النت. شوف بقى الجمدان عمل قطع نت بمسج اللي هو برسالة اي رساله بقى. عمل قطع نت بكونكت لو انت تبعت اي جهه اتصال تبقى تقطع النت. كراش كول حرق النسخ بمكالمه. يعني انت تفعل ده وتروح ترن على حد ولع في نسخته بقى ولع فيها. عندك زراير الحمايه من الموبايل، ده بقى عدم تهنيج قطع النت. هنا زراير الحمايه الكامله بتضغط عليها بقى بتلاقينا بقى. بص بقى يا باشا، الحمايه من فيروس البيكات، الحمايه من فيروس الانمي، الحمايه فيروس حرق الشات، الحمايه من فيروس السويند، الحمايه من فيروس الكتالوج، اخفي الروبلاي، فيروس الخريطه، فيروس الاشعار الجديد، فيروس الدعوات للروم. حلو قوي. زراير الحمايه والكونكت، هنا بقى تشفير الكونكت، ازاله لاج الكونكت، جعل الكونكت المسج مشفره. يعني حاجه جامده كده. حط لايك بقى عشان ما مع الله العظيم 3 عمال انا بقول لك اهو. هنا بقى يا باشا الاضافات. بص وركز وشوف العظمه. تغيير الواجهه، ما تضغط على تغيير واجهه استخدم اللي هو هنا بقى كده. اختار مثلا الواجهه الثانيه مثلا انا بختار الثانيه اللي هي الثالثه فاهم. نرجع بقى يا باشا كده اختار خط. انت لو عايز تختار الخط للنسخه بتختار الخط اللي يعجبك. حلو. انا بحب خط النسخه على وضعه. اظهار صورة البروفايل مش عارف ايه تمام. بيك المتحدث اللي هو انت بتظهر الصور بقى تفعل كل ده كده وتتحكم في الصوره بقى من هنا، ولو عايز المكان اللي تظهر فيه الكل بقى تمام. لحد دلوقتي تمام يا باشا. نرجع كده يا باشا ونخش على تلوين بلون المسجات. يعني انت لو عايز تغير بقى في لون المسجات وعايز يعني تفعيل الميزه اللي بلون الشات انت عايز انت حر بقى. شات من يتحدث معك انت حر. لون شاتك برضو انت حر، ده بتغير شكل لون الشات من جوه يعني. حدود بلون الشات انت بقى بص بتتحكم في لون الشات، في حجم الشات وفي حجم يعني الشات من جوه بتتحكم في بقى حجم الرساله بتاعتك وبتاعته والليله دي كلها انت بتتعامل هنا تفعيل الميزه بلون الستيك. هنا اختار لونك بلون الستيك اللي هو صباح الفل. كل حاجه بتمشي مع بعضها. هنا برضو تتحكم والليله دي كلها ملناش دعوه بقى بتاتا. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ نرجع بقى كده يا باشا ونخش على اهم حاجتين دول. دي مسح المهملات النسخه ودي مسح مساحه النسخه. بص بقى تخلي النسخه تشف وترف. لو تعرف اي حاجه تمسك النسخه تخليها تشف وترف. انا يا ابو الحاج انا بقول لك اهو عشان ايه نبقى على نور بقى. ولو انت وصلت معايا لحد هنا تعالى خد لك تاني رقمين من الباسورد الا وهم 22. بتقول لي برضه اقول لك برضه نصيبنا كده.
ده انت خنزير. نرجع بقى يا باشا على رفع الميديا. لو انت بقى بص يا باشا، انت لو عايز ترفع الميديا كل ما تزود في دول كل ما الميديا هتترفع بجودة اعلى وبحجم اكبر، وطبعا هتشلوحك في النت، هتمسكك تنفخك في النت يعني. عندك بقى هنا ايه النسخ الاحتياطي والاستيعاب، بحب الحتة دي قوي قوي. يا راجل بص يا باشا، تعمل نسخ احتياطي اللي هو باك اب واتساب داتا، ماشي؟ يا خراب عليه والله جامد. ايه ده، انا قلت قرأت انجليزي اهو عشان تعرفوا بس ان انا جامد زحليقه اهي. حط لك هلا حط لك هلا. وبص بقى بعد ما تعمل اللي هو باك اب واتساب داتا بقى تقوم جاي بقى مركب ملف السرعه وجاي عامل ريستر واتساب داتا. يا خراب علي، كورس انجليزي بتهرم. بعد المهم يعني بعد ما تركب ملف السرعه وكده يعني بتقوم جاي داخل بضن على اي حاجه. اقول لك خش ابضن عليا، لو انت كده ابضن عليا انا، ابضن عليا انا ما بخافش. لا ما تقبلهاش يعني عشان احنا برضه ها. نرجع كده يا باشا ونخش على قفل النسخه. ايوه تقول لي انا كنت هنساها والله يا عم تيتو، انا مستنيك من ساعتها عشان انت لو ما قلتش قبل النسخه انا هتاخد على مخك. اقول لك لا حبيب قلبي انا عارف ان انت بتتكلم 1 2 3 4 و10 ها، فانا عشان كده عامل لك النسخه بباسورد وكده يعني. وبعدين في خزنه ممكن تقفل الواتساب اصلا لما تيجي تخرج مع الكراش دي من ورا الكراش الثانيه، فانت تخرج يعني. انا على بقول لك اهو. نرجع كده يا باشا وتواصل مع المطور. انت بقى تتواصل مع المطور واتساب ما واتسابش انت حر بقى. نرجع كده نشوف شويه اللعبكه اللي احنا عملناهم في الشات وننهي الفيديو بقى عشان انا صوتي راح بصراحه يعني. نضغط هنا كده وليكن يعني نخش هنا كده تمام. خلينا نبعت اي مسج ما بلاش دي ميم مثلا ونبعت. شايف انت شويه اللعبكه اللي حصلوا فين؟ ما اقولكش انا يعني شويه اللعبكه اللي حصلوا فين في دي في اللي مش عارف ايه وكده يعني. بتخلي اللون اللي هو الرساله دي نفس ماشي مع لون الشات، واخد بالك؟ وبس كده يعني. اتمنى يكون عاجبك فيديو النهارده. عارف ان الفيديو طول شويه بقى بس معاه نعمل ايه بقى؟ مش بقى تحط لنا لايك وكومنت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وسلام.